تربية الملوك. أسدل الستار أخيرا على التنافس القاري لكرة القدم بإفريقيا وآسيا. قد يقول قائل: ما الذي يجمع بين ذا وذاك؟ فتلكم إفريقيا وهناك آسيا. إلا أن القاسم المشترك هو العلم المغربي الذي رفرف عاليا أثناء وبعد الحدثين. فإذا كان الصدى الإيجابي الذي خلقته الجماهير المغربية بساحل العاج وروح تمغربيت التي ستبقى راسخة في أذهان الأفارقة إلى الأبد، أكثر ما ميز كان الكوت ديفوار، حيث كان العلم المغربي ضيفا فوق العادة أثناء اختتام العرس الإفريقي بأبيجان. فإن القارة الآسيوية بإسرها وقفت تحية تقدير وإجلال لابن المملكة حسين عموتة، وهو يسجل اسمه ومعه فريقه وينقش علم بلاده بأحرف